السلام عليكم ورحمة الله. كابتن هلال وادي، يعني القدوة والجيل الذهبي للجودو في غزل المحلة. كابتن، أنا معجب، أنا مش متصل بياسر الطيب، أنا معجب بالفيديوهات بتاعتك الجميلة اللي بتبقى حافز للشباب إنه يتواصل، وإن الرياضة فعلا ملهاش عمر. يعني الرياضة ملهاش عمر. ازيك يا كابتن هلال؟ الله يسلمك وسلام ورحمة الله وبركاته. وأنا بشكرك على المقدمة الجميلة وديت اللي اتعودناها من حضرتك. حتى وأنت أيام ما كنت لاعب جنتل ومدرب جنتل، وإحنا في المعسكر حتى كنت جنتل، وتمرينك كنت بتلعب زي اللي بالشوكة والمعلقة زي ما بيقولوا. اتعلمنا منك حاجات كتير والله يا كابتن. كابتن هلال، بس انا عاوز قبل ما نبتدي في الحديث، انا عاوز اقول لك بداية تعرفي بيك. انا طبعا انت يعني قدوة للناس كلها، بس بداية تعرفي ليك شفت حضرتك بتلعب ماتش. فالمهم واحد زميلنا من نادي الشمس قال لي عارف كابتن هلال ده؟ فقلت له بشوفه. قال لي ده لو اداك صصاي رجلك دي مش هتحس بيها بعد كده، هتلاقي نفسك مرمي بون، وفي نفس الوقت الصاصاي قطعت لك رجلك. فكنت مشهور بحركة الصاصاي والدي براي والحركات الرجلين الحركات القاشي دي، صح كل ولا انا حركات ولا انا القاشي معلوماتي غلط؟ كل حركات القاشي كنت انا بمتاز بيها، لدرجه كان في طبعا حضرتك عارف وليد النمرسي. اه طبعا. وليد النمرسي في مره، يعني هو كان بيشتغل معايا في غزل المحله كلاعب، ايوه صح. فكنت شغال معاه، فكنت بلعبه كفايتر. يعني انا فايتر وهو فايتر، فكنا بنلعب. كان هو رايح يلعب بطولة افريقيا، فقلت له وليد، انا هعلمك حاجة تروح تشتغل عليها. فاشتغل معايا، وكان آه. ايامها معانا كابتن حسين الله يرحمه. الله يرحمه. وشافني وانا بشتغل معاه، قال لي يا هلال ما تبوظلوش رجله قبل ما يسافر رايح يلعب بطوله. قلت له لا ما تخافش. قام هو وليد قعدت اشتغل معاه كذا تمرين كده. آه. قلت له يا وليد لو جيت من غير الذهبيه هزعل منك. اه. قال لي يا كابتن لو في ماس، بنفس اللفظ كده والله يا كابتن ياسر، اه. قال لي لو في ماس هجيبها. وليد الله. النمرود والله. قال الله. لي لو في ماس هجيبها بالصصاي او بالاوكري، كل القاشي مم. هشتغل عليه. ما شاء الله. وفعلا والله يا كابتن ياسر راح جاب ذهبيه. ما شاء الله. ما شاء الله. ده ما شاء تاريخ الله على يعني. تواصل الأجيال ده بينك وبينه فوق ال30 سنة. يعني تواصل الأجيال ده أنا برفع القبعة للمحلة، وتواصل الأجيال، تواصل والله يا الأجيال كابتن يعني. ياسر والله يا كابتن ياسر انا كان عندي 75 لاعب، واللي عديهم وابو ولد، وكان في ولدين اخوات آه. ابوهم منهم واحد في امريكا دلوقتي، آه. وبيشتغل مدرب كمان في امريكا، مدرب جودو. ما شاء الله. اسمه محمد عبد الحميد، عشان تعرف ان انا مش ناسيهم يعني. آه. المهم الراجل ده قال لي انت عارف لاعبتك كم لاعب يا كابتن؟ قلت له كام؟ قال لي 75 لاعب. قلت له انت عديتهم ازاي؟ قال لي انت بتمشيهم صف وهم ماشيين في الصف، انا عديتهم. قلت له 75؟ قال لي مش عارف. جينا يا كابتن والله يا كابتن ياسر، جينا في مره نلعب بطوله، نزلت 40 لاعب يلعبوا البطوله. ما شاء الله. والله يومها رئيس الاتحاد قلت له لو سمحت انا ليا طلب. آه. قال لي اتفضل يا كابتن هلال. قلت له انا عايز قبل البطوله كل مدرب ينزل بلاعيبته على البساط. آه. قال لي لك هذا، ومسك الميكروفون وقال كل مدرب هيلعب البطوله ينزل بلاعيبته. آه. فبص لقى اللي نازل ب 10 لعيبه، آه. واللي لاعب ب 12، واللي نازل ب7، واللي نازل ب8، واللي انا نازل ب40. قال لي كابتن الله. هلال؟ قلت له نعم. قال لي دلوقتي بس انا عرفت انت طلبت مني الطلب ده ليه. الله. قلت له وانا عارف ان انت عارفها.
والله العظيم يا كابتن ياسر من الحاجات حقك دي. يا كابتن تفتخر بمجهودك وانجازاتك دي، والله من حقك، ومن حقنا ومن حقك علينا اننا يعني ندي لك وضعك ومقامك الكبير، لانك انت فعلا قيمة وقامة يا كابتن. لا والله انا الحمد لله ربنا اعطاني على قد المجهود اللي انا اشتغلت بيه، ربنا اداني وبحمد ربنا. ولذلك متمسك بالرياضه لغايه يا كابتن ياسر. انت ما تصدق، انا 80 سنه الحمد لله في شهر الله اكبر، 12. الله اكبر. في شهر 12 ابقى 80 سنه. الله اكبر. وبنزل على البساط الحمد لله، بنزل على البساط بمسك ال 20 سنه. بشتغل معاه كويس يعني. يا كابتن ده الله اكبر، انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعتك بتعمل سبرنتات، يعني الله اكبر محدش يقدر يعملها من الشباب الصغير. انا فانا الحمد ليا لله يا غرض كابتن. قدوة للشباب، يعني الناس تشوف الرياضة ملهاش سن يا جماعة، الرياضة ملهاش سن. بس قول خالص. لنا السر بقى، انك يعني حافظت على لياقتك، عملت ايه يا كابتن علشان الحياة بتمرن. السليمة الرياضية؟ اكيد ليها يعني مقومات، قول لنا مقوماتك اللي خلتك تحافظ على الرياضة لغاية السن دوت. يا كابتن ياسر انا قبل ما حضرتك تطلبني بالظبط كنت لسه جاي من التمرين. والله انا لسه واخد شاور دلوقتي حالا من التمرين. يعني انا رحت جريت حوالي 7 كيلو او 8 كيلو جري. وبعد الجري باجي البيت بقى بعمل بنش واعمل حبل واعمل مش الحاجات اللي انت بتشوفها دي. الله اكبر. ايوه، انت فالممارسة. حافظت ازاي على لياقتك من ساعه لما اعتزلت اللعب لغايه دلوقتي؟ انت دلوقتي سن 80 وبنشوف احنا الوضع يعني رؤى العين. فانا عاوز انا اعرف اقول ايه يعني نصيحه للشباب يعملوا ايه عشان يحافظوا على صحته. اكيد كلمة ليها واحدة. مقومات، ابتعدت عن مثلا الحاجات اللي هي تأذي الصحه، بتنام بدري اكيد، فادينا السر. اقول لحضرتك، اتفضل. كل اللي يعرفوني عارفين ان انا بعد الساعة 8 محدش يطلبني. الله اكبر. بقول لهم كده بعد الساعة 8 بعد ما بصلي العشاء تكون الساعة دخلت على 8 محدش يطلبني يا جماعة، لأني بكون نايم. في كل حتى اللي في الخارج، اللي في أمريكا، اللي في الإمارات، اللي في السعودية، كله عارف إن الكابتن هلال بينام الساعة 8 محدش يطلبني. وكلمة واحدة عايز أقولها بقى للشباب اللي عايز يفضل بطل، ولو حتى هو مش بطل وعايز يبقى بطل، يمارس. كلمة واحدة: الممارسة. اه. يعني في واحد يقول لي: هو انت بتعمل الضغط كام؟ قلت له بعمل حوالي 100. قال اه. لي ازاي مش ممكن، ده انا ما اقدرش اعمل ال 10. قلت له ما هي الممارسة، لان انا بمارس. اه. انت ما بتمارسش فما تقدرش. لو بتمارس هتعمل زيي واحسن مني. فالممارسة اهم حاجة. يعني حضرتك تقصد اول حاجة نمرة واحد النوم بدري، نعم. وبعد كده نمرة اتنين انك تمارس الرياضة، وبالتالي تتخطى الارقام بعد كده. يعني ممكن تبتدي ب10 وبعدين 11 12 هتوصل لل100 بالممارسة والاعتيادية في التدريب. طيب. رقم 3. رقم 3 بقى، انا عاوز اعرف بتصحى الساعة كام علشان دي مهمة قوي، انا عاوز اسمعها منك. انا الحمد لله بقوم حوالي 2 او 3 قبل الفجر. الله. والله العظيم انا عاوز اسمع كده، لان كل من بكر في الصحيان وكل من استنشق هواء الفجر فهو يعني في رعاية الله، وفي يعني ان شاء الله صحة دائمة بإذن الله. ده هو بتصحى من من 2 ل3 قبل الفجر. من اتنين او ثلاثة لغاية الفجر، ومن يعني من الميعاد ده لغاية الفجر ببقى مع ربنا. بعمل ايه مع ربنا؟ ده سري بيني وبينه. ما قيام حدش الليل هقول. بقى، قيام الليل يا عم، قيام الليل لغاية اه. لغاية صلاة الفجر، وتصلي الفجر. خلاص انت يومك كده في رعاية في رعاية الله كله، انا ربنا يديك الصحة بتمتع يا رب. انا بتمتع بفترتين: اه. فترة مع ربنا وفترة في التمرين. الله. دول الفترتين اللي بتمتع فيهم. وباقي النهار ومشاكله ما بتهمنيش بقى. لا يعني تهمك اي ايه. مشاكل طول النهار ما تهمنيش. ما انا الحمد لله مبسوط. واتمتعت قبل الفجر واتمتعت في التمرين. اه.
ما شاء الله عليك يا كابتن. ادي الله يحفظك. 1 2 3 3 مقومات للنجاح والاستمرار في الرياضة. في التغذية. 4 كمان. التغذية. التغذية، ايوه. التغذية مهمة جدا جدا اتحفنا جدا. بقى، ايوه. اولا مش في الناس، في واحد يقول لك ايه، انا باكل وجبتين في اليوم. لا، اه انا باكل 5. ما ده الصح. يعني ازاي 5؟ ازاي كميات 5؟ قليلة. إذا كميات قليلة، يعني مثلا مرة وجبة موزة وبرتقال، أهي دي وجبة. اه وجبة تانية بيضة وشوية رز، حوالي 10 معالق رز، أدي اه وجبة. اه بيضة واحدة، مش 3 ولا 4. خدت البروتين وخدت آه. النشويات بتاعتك وظبطت الدنيا. والفطريات، خضروات مهمة جدا جدا جدا، الخضروات. اه الخضار و الطازة، البروتين في صورة بيضة، النشويات في صورة رز مش عيش والكلام الفارغ دوت. تقول ايه بقى للي بياكلوا الحاجات المقليات والكلام ده كله، البطاطس أخطر ما يكون، اخطر ما أخطر ياكل. ما يكون على الكبد اه المقلي. بدي الدهون المشبعة اللي هي عن طريق القلي والكلام ده ايوه، كله. ايوه، انت بتقولها بصوره علميه يعني، اصطلاح علمي كويس، لكن انا ربنا. بقولها كده علشان الناس تعرف بالبلدي، اي حاجه مقليه يا جماعه بتأذي الكبد. اه يبقى هنا هو عرفنا 1 و2 و3 و4. كانت نمرة 4 التغذية. في حاجة اه، تانية يا كابتن هلال؟ الاخلاص يا كابتن، الاخلاص الله اهم الله حاجه. عليك، الله عليك، والله انا بتعلم. انا اكتر واحد مستمتع بالمكالمة دي والله، والتسجيل الله معاك والله. يحفظك، الله يحفظك. ربنا يخليك كابتن هلال. الله يحفظك. الاخلاص. آه. كابتن هلال، مين اللي علمك الحركات القاشي واظة دي؟ ياماموتو. ياماموتو، طبعا. ياماموتو في مره، يعني كان هو شغال، كان بيحب القاشي قوي اه وشافني. وبعدين في مرة تانية، والله العظيم حصلت الحكاية دي يا كابتن ياسر وانا في المنتخب. اللعيبة راحوا اشتكوا لشوقي شفيق، الله يرحمه، راحوا اشتكوا له. اه منهم الله يعافيه بالعافية، الاخ مليكة، نبيل مليكة. اه مجموعة كده، نبيل مليكة وكم واحد راحوا لشوقي شفيق، وقالوا له هلال بوظ لنا رجلينا. عايزين ايه؟ هم عايزين مش عايزين يشوفوني على البساط اصلا. ما راحوا انت اشتكوا بتدي لشوقي شفيق. القاشي بتخلع مست الرجل آه، اه فالكابتن شوقي الله يرحمه جمع اللعيبه، وقف التمرين اه وجمع اللعيبه كلها. اه قال كل اللعيبه تجمع عندي هنا. اه لا، جماعه اقعدوا. قال انا هقول كلمه واحده، اللي مش عاجبه القاشي بتاع هلال يروح. مم. وعليها محدش فتح بقه بعدها. جه بقى يا ماموتو ما تسجروش يقولوا له. آه. قام ايه، في واحد راح قال للكابتن شوقي، قال له يا كابتن شوقي، طب خلي يا ماموتو يقول لنا على الحكايه ديت، على آه. القاسي بتاع هلال. آه. قام يا ماموتو، عارف يا ماموتو قال ايه؟ آه. قال ده مش ده انتوا مش عايزين تلعبوا جودو يا جماعه. مم. اللي مش عاجبه القاسي بتاع هلال يبقى مش جودو، يروح آه. يشوف لعبه تانيه. آه. يروح يلعب، قال يا كده، يروح يشوف لعبه تانيه. هل علمهم مثلا طريقة ديفنس انه اه، يتجنبها طبعا، ولا؟ طبعا، اه طبعا، طبعا، وكانت ضد الحكايه ديت، بس انا اتعلمتها. اه يعني هو ان هو ايه، يعني مثلا انا بلعب قاشي داخل صصاي مثلا او كري شبراي، اه يقوم هو مفوت رجله وشايط الرجل اللي انا بشوط بيه، اللي انا اه مرتكز اه عليه. يعني انا بشوط بواحده، اه التاني يفوت ويشوط اللي انا مرتكز عليها. اه واخد بالك؟ انت اتعلمت بقى تقوم انت مفولتها ومديله برضه اتعلمتها بقى، بالتانية. اتعلمتها بقى. يا باشا جيت ما كانش حد بينجو من لا، القاشي ما وازة ينجوش، بتاعك لا والله. مش ممكن ينجو منها، لازم، لا لان لا لا يمكن. ما كنتش بعملها بطريقه واحده، كنت بعملها بطرق مختلفه جدا. يعني صحيح. مثلا لازم انسي اللاعب اللي قدامي القاشي. اه
يعني مثلا اموه على اسود تجاري، اموه على تلهيه ساعات في الكوميكات، انا كنت بتفرج عليك كنت بتلهيه ساعات في الكوميكاتا كده، وهوب دب ايوه تقوم دبه دي اشي براي. ايوه. يا في باشا، مره مدرسة كبيرة، مدرسة كبيرة، وتعلمنا منك كتير والله. الله يحفظك، لا ده تواضع منك يا كابتن. لا ده تواضع ايه، دي حقيقة. كل جيلنا اتفرج على كابتن هلال، وكمان ايه اتفرج عليه وهو صغير، وهو كنا اطفال طبعا، واتفرجنا عليك وانت كبير في بطولة الشركات. مدرسة كبيرة، مدرسة احكي لك كبيرة، وما احكي كانش حد لحضرتك يقف قدامك يا باشا. احكي لحضرتك حكايه على اتفضل. ياماموتو واحنا في المنتخب. اتفضل يا كابتن. كنا بنتمرن في نادي هليوبلس. نادي هليوبلس اه جنبه على طول حمام سباحه، اه بتاع اللي هو الصاله كانت في الدور الثاني. اه فالمنتخب كان بيجي، ففي ياماموتو قال في يوم كذا ما اجازه ما تجوش. اه انا ما خدتش بالي، هو قالها وانا ما كنتش واقف ساعتها، وكنت بلعب راندوري وانا ما خدتش بالي. اه فجت اليوم الاجازه دي رحت. انا سافرت من هنا يا كابتن، من سافرت من هنا المحلة ورحت نادي هليوبلس. ورحت نادي هليوبلس، اه ورحت قعدت فين رايح بدري قبل ميعاد التمرين. رحت قعدت فين؟ قدام الحمام. وبعدين قعدت مده طويله، وكان ياماموتو قاعد قدامي على كرسي ونايم اه نعسان. ما يوم اجازة بقى. ونعسان وقاعد قدام حمام السباحه، اه وباصص على الميه كده ونعسان نايم اه نعسان يعني. اه وانا قاعد وراه. اه فهو بيتمطع كده وبيبص وراه، شافني. اه قام قال لي، هو كان الانجليزي بتاعه مكسر شويه. اه قام قال لي ان توداي هوليداي اليوم اه يعني. تاني قلت له اي دونت نو، ما اه اعرف. قام قلت له اوكي، اي شال ترافل، انا مسافر. اه قال لي نو 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 نو، كامين كامين اه كامين. ريست ريست. كان الانجليزي بتاعه مكسر شويه، قال لي ريست انت ريست. ترجم لنا، مش لازم تقول قال ايه بالانجليزي، ترجم لنا اللي فهم اه اه المهم قال لي اقعد استني. اه وراح رايح يا كابتن لابس جودو، والله يا سلام. وراح يا واخدني سلام على وطالع، الناس. الصالة. اه والله انت ولا وهو بس. لعبنا يا كابتن ساعتين كاملتين على الأرض. الله اكبر. ساعتين الله اكبر. كاملين، ساعتين كاملين على الأرض. اه وراني الموت 50 مرة. اه يعني إيه؟ يعني كل الشغل كان خن وكسر، وما كنتش بسلم. اه وعلى أما أجي هيغمى عليا يروح سايبني، اه بيقول لي أنت ما بتسلمش ليه؟ يعني انت قضيت اجازة سعيدة مع ياماموتو. قعدت ساعتين معاه يا ماموت على الأرض. ساعتين كاملين على الأرض، ألعب معاه على الأرض. يلا روح. الله على الجيل الذهبي ده، والله العظيم ربنا يحميكم ويحفظكم، كان امين. كان إنسان مخلص. أنت تعرف يا كابتن ياسر اه إنه مسح البساط بفوطة؟ قال هاتولي فوطة. كنا اه هنبدأ التمرين، اه فقال هاتولي فوطة. راح جايب الفوطة، وهو اللي بدأ المسح بالفوطة، ما يدي هو الفوطة. ده اسلوب تعليمي بيعلمكم ان البساط ده زي بيتك، زي الجامع، حاجة مقدسة، فلا تستحي انك تمسحه بنفسك. مفيش. هو اليابانيين ما هو عندهمش حتة عامل يمسح البساط، هو اللعيب. اه احنا جبنا له الفوطه وبدأ. وبعدين كلنا جرينا بقى، وكل واحد جاب فوطه وخلينا البساط بيلمع. اه حبيبي يا كابتن هلال، مدرسة جودو للجيل الجديد والجيل القديم، وتحياتي ليك، بشكر وسعدت جدا جدا بلقائك كابتن والله ياسر العظيم. حبيبي ده الطيب. انا اللي بشكرك، والله بشكرك. وانا بشكرك على المجهود اللي حضرتك بتعمله لكل الرياضيين. يعني انت مش بتفرق بين اي رياضي، وبتحب الرياضة عامة، وبتحب كل لاعبي الجودو وكل الرياضيين عامة. فانا بشكرك وبشكر القناة بتاعت حضرتك. والسلام شكرا ليك عليكم يا ورحمة كابتن الله. هلال، وتحياتي لحضرتك ولكل غزل المحلة ومنطقة الغربية كلها. على تحياتي فكرة بأمانبع الأبطال كلكم. على فكرة يا كابتن ياسر، انا قاعد في المنصورة.
والله انا بكلمك دلوقتي من المنصوره. اجدع ناس، احسن واحسن، ده المنصوره دول كلهم حبايبي. الله يحفظك، الله يحفظك. سلامي لاهل المنصوره كلهم. مع الف سلامه يا كابتن. حبيبي يا كابتن، مع السلامه، مع السلامه.